نزل ايدك يا ازيكم عاملين ايه؟ مبدئيا كده الناس اللي عايزه تبقى عامله زي جعفر العمده وتشيل الانبوبه وتخبط بيها اي حد توقعه وتخلص منه. الحوار سهل وبسيط وكله عندك. مبدئيا كل اللي انت بتشوفه في المسلسلات ده وبيوهمك ان انت بقيت بطل خارق ولو اتمرنت هتبقى وهتعمل وهتسوي وهتشيل الانبوبه وهتخبط بيها اي حد والكلام ده كله. مبدئيا كده محدش يقدر يشيل الانبوبه مهما اتمرن ومهما عمل ومهما سوى ان هو يضرب بيها حد او كلام من ده. مبدئيا كده كل اللي انت شايفه ده لو اتمرنت عمرك كله مش هتقدر تشيل الانبوبه وتخبطها في حد بالشكل ده. حتى البيج رامي نفسه ما يقدرش يعمل الكلام ده الا في حاله واحده، لو راح شارك في المسلسل بتاع محمد رمضان، لان في المسلسل بيستخدموا الانبوبه دي خفيفه جدا. الانبوبه دي عباره عن انبوبه كاوتش خفيفه جدا تقدر تعمل بيها اللي انت عايزه، تشيلها ترميها تعمل بيها اللي نفسك فيه. وحي لك ان دي انبوبه فعلا وهي مش انبوبه اصلا، وممكن يعمل لك جدار او حيطه ويخبطه ويكسر الحيطه دي ويقع بيها. فمش كل حاجه تشوفها بعينيك تصدقها. تمام. مبدئيا كده محمد رمضان ده ممثل جامد وانا نفسي بحبه، تمام، بحبه في الله كده. ثانيا والاهم، لما في المشهد ده مسك الكرسي وخبطه في الشخص اللي قدامه ووقعه على الارض ونام على طول ما صحيش تاني. مبدئيا مفيش حد هيتخبط بكرسي وهيقع على الارض ومش هيقوم تاني. واوعى تجرب حاجه زي كده، عشان لو جربت حاجه زي كده مش هتلاقي غير شومه ومخبوط على دماغك ومش هتشوف تاني. انت اللي مش هتشوف. وعيد لك تاني، مش لازم اي حاجه تشوفها بعينيك تصدقها، لان كل ده تمثيل وكل ده مسلسل، وانا المسلسل ده جامد الصراحه. ماشي كمل. كده في ايه مشاهد واقعيه ممكن تتصدق، زي مثلا لما مسك الحديده وخبطهم كل واحد خبطه ورقدهم على الارض. ده تتصدق لاجل ان هو ماسك حديده في ايده، ولو خبطه واحده كمان تنهيهم هما الاثنين. ومساء الخير والسلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كان معكم سلام السعيد.